مرت أعوام كثيرة على موت سيدنا صالح، ونسي الناس دعوته، وانطفأت أنوار العقل في مشارق الأرض ومغاربها، حتى ولد سيدنا إبراهيم عليه السلام في زمن الطاغية نمرود الذي خاف على ملكه وأمر بقتل كل المواليد الذكور. ولكن الله حمى سيدنا إبراهيم، فقد قضى أول 13 سنة من عمره مختبئا في غار بعيد عن القرية. فلما خرج من الغار وقد غابت الشمس، نظر إلى الزهرة في السماء فقال: هذا ربي. فلما غابت الزهرة قال: لو كان هذا ربي ما تحرك ولا برح. ثم قال: لا أحب الآفلين. فلما نظر إلى المشرق وقد طلع القمر قال: هذا ربي، هذا أكبر وأحسن. فلما تحرك وزال